عندي اقتناع من صغري ان الانسان اصل قطه. نظريه ما كانش حد غيري بيشوفها لحد ما رحت لمستر احمد اشرحها. مستني فرصه، خدت تريقه صحابي بالحسنى، برد بشكرا يجي بكره يقول لي بكره، ولسه برضه بحلم. وكل حصه بقيت بطلع على المسرح، اللي يشوفني كان يناو بس بس كده النكته، ولما سكت على الهزار فطلعت عليا قطه. ومع الاسف مستحملتش التريقه، وزي اي طفل في سني انا حولت من المدرسه. وبعد ما عدى 11 سنه قلت لما انضج بقى، فقررت اعمل اغنيه واشرح نظريتي على الملأ. الانسان كان اصله قطه والله في كل الصفات، بناكل وبننكر واحنا اللي في 7 ارواح. يعني قصدك ايه؟ ان احنا في 7 ارواح؟ بنتقتل 7 مرات. اول موتة دي اكيد منكم كتير حسها، لما عدى من قدام كلية كان نفسه يخشها. تاني موتة دي مرحلة انعدام الشغف، لما مشاغل الحياة تقتل موهبتك اللي بتحبها. تالت موتة لما تمسح ذكرياتك بس الصدفة تسمع اغنية كانت هي بعتها لك. رابع موتة دي بتبقى جوه قلبك وهتعرفها انت لوحدك لو شفت التراك بيضحك. مش متخيل وصلنا لفين، قالولي جيد فانا مشيت. حالي ده سايق وحالي مش زين، جالي ريل ودموع نسيت. مش هتمشي فيها مرضي، اصل البكاسة ساكنة ارضي. بقيتش عارفة انا امري، بقيتش عارفة مين صاحبي. مش هتمشي فيها مرضي، اصل البكاسة ساكنة ارضي. بقيتش عارفة انا امري، سيبنا صاحبي ارض ربي. خامس موتة لما العمر بيطول، لو عشت يوم بعد ما عيالك تموت. سادس موتة دي بتاعت ربنا، اللي بيتسأل مات ازاي بيقول لهم نزل كده. سابع موتة دي في تراك لوحده اكيد انا هحكيها لك، بتعاني قبلها من الصوت اللي في دماغك، وبتبقى سهلة بس اخرتها مشكلة. عرفت ازاي؟ بتبقى كده.